نزول الدم في الحمل مش علامة سيئة دايما الحقيقة، يعني في كتير من الحالات بيكون وضع مش مقلق وما عندناش منه مشاكل. هو مش وضع طبيعي بس مش مقلق، ومش معناه ان احنا عندنا مضاعفات، مش معناه ان احنا معرضين لحدوث اجهاض. في اغلب الحالات الحمل بيكمل عادي خالص وما بيكونش عندنا مشكلة بعد كده. ايه الاسباب؟ ده بيعتمد على وقت الحمل، يعني احنا في اول 3 شهور ولا في نص الحمل ولا في اواخر الحمل ولا خلاص طلق الولاده احنا منتظرينه في اي وقت والدم نزل قبل طلق الولاده بساعات بسيطه او ايام بسيطه. في اول 3 شهور الدم اللي هينزل في الاول اكيد لو ده اول حمل ليكي هتكوني قلقانه، يعني ده شيء مفهوم طبعا ونقدر نقدره طبعا يعني. بس نحب نطمنك لا، هو مش شرط ان احنا ده يكون اجهاض. طبعا انت هتقري على الانترنت كتير ان في حاجه اسمها threatened abortion او inevitable abortion، يعني اجهاض منذر او اجهاض حتمي. عشان نقدر نوصل لتشخيص ان ده اجهاض حتمي او ده اجهاض منذر threatened abortion، يعني ده معنى كلمه اجهاض منذر يعني في احتماليه لحدوث الاجهاض، في علامات تانية لازم تكون موجوده غير نزول الدم. فنزول الدم لوحده مش معناها ان انت كده عندك اجهاض منذر. كتير من الامهات بينزل عليهم دم في شهور الحمل في كل ميعاد متوقع للبيريد، يعني البيريد بتاعتك مثلا لو كانت بتيجي يوم 10 من كل شهر، هي تلاقي على مدار ال9 شهور او في الشهور الاولى من الحمل يوم 10 ينزل نقط دم برضو في الميعاد اللي البيريد كانت هتنزل فيه، وده نوعا ما شيء طبيعي يعني ما عندناش فيه مشكله. الناس اللي بتعمل اكزي حقن مجهري يعني قبل اختبار الحمل يلاقوا نقط دم، او بعد ما رجعنا الأجنة بكام يوم يلاقوا نقط دم، او في الساعات الاولى من بعد ارجاع الأجنة ممكن برضو يلاقوا نقطتين 3 دم. برضو دي برضو مش علامة ان احنا لا قدر الله الحمل الحقن المجهري فشل او الحمل هيحصل فيه اجهاض، لا. دي بتكون ساعات علامة على ثبات العلقة في حد ذاته. فهو نزول الدم مش حاجة مقلقة قوي. في منتصف الحمل نزول الدم بنديله أهمية أكبر شوية، لأن ده هيكون غالبا بسبب ليه علاقة بالمشيمة. يعني المشيمة هل مكانها مناسب؟ هل هي في سقف الرحم؟ هل هي قريبة من عنق الرحم تحت؟ فين المشيمة بالظبط؟ هل في انفصال حصل في المشيمة؟ الكلام ده نتيجة مثلا ضغطك عالي، كمية المية اللي حوالين البيبي زيادة، وزن البيبي زيادة مثلا. في منتصف الحمل واخر الحمل نزول الدم هيهمنا اكتر شويه، وهنبقى محتاجين ان احنا نحدد سببه بدقه اكتر شويه، علشان ده جزء من المتابعه ان احنا دايما عايزين ما تحصلش مشاكل، عايزين نخلي بالنا ان الحمل يمشي دايما بشكل سلس. في اواخر الحمل خالص، اخر الايام قبل ظهور الطلق، نزول الدم في بعض الاحيان ده بيكون علامه من علامات الولاده، خصوصا لو الدم نازل معاه مخاط كتير. ده بنسميه الشو اللي بيحصل في اواخر الحمل اللي هو قبل الولاده، وقت ما عنق الرحم بيفتح في حاجه اسمها ميوكس بلاج، سداده من المخاط بتبقى قافله عنق الرحم، دي بتنزل وبينزل معاها نقط دم، فبنلاقي المخاط فيه عروق من الدم او فيه نقط حتى من الدم، ودي مش علامه مقلقه خالص، برضه دي علامه على ان الولاده خلاص قربت، ممكن تبقى في خلال ساعات او في خلال ايام على الاكثر يعني. طيب احنا لما هينزل دم هنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا لازم ما تقلقيش، ان الاسترس او القلق الزايد ده بيعمل تقلصات، وبرده ممكن يخلينا نبقى في وضع مش لطيف، واحنا في غنى عن ده، وخصوصا ان زي ما قلنا هو الاغلب ان نزول الدم ده مش هيكون فيه حاجه خطيره او حاجه مقلقه خالص. الحاجه الثانيه لازم هنكشف ونعمل سونار. اغلب الحالات اللي بينزل عليهم دم، حتى يعني انا شفت حالات كتيره جدا ان الدم بيبقى كتير الحقيقه، يعني نقدر نقول ان عندنا سيفير بليدنج، عندنا دم نازل بكميه كبيره قوي، نلاقي كيس البيبي كويس خالص، النبض كويس جدا، مكان كيس البيبي مفيش فيه اي مشكله، والحالات دي اللي احنا فعلا بنقدر نقول عليها واحنا بتشخيص اكيد يعني ان هي threatened abortion، يعني احنا في احتماليه لا قدر الله ان تحصل اجهاض، ولكن الحمل مازال مكمل ومازال كويس. في نقطة مهمة بقى الكتير من الأمهات هتسأل عليها، أنا نزل دم أنا كده هاخد مثبت؟ بصي إحنا ما عندناش حاجة اسمها مثبت الحقيقة، يعني كلمة مثبت كلمة عامية زيادة عن اللزوم. الدواء اللي الناس بتسميه مثبت هو عبارة عن هرمون البروجستيرون، هو بيخلي بطانة الرحم أقوى شوية، بيمنع تساقطها، أو يعني نقدر نقول هيوقف الدم اللي هيكون نازل نتيجة أي ضعف حاصل في بطانة الرحم. وفي الحمل الطبيعي المستقر الكويس جدا
بتبقى نسبته كويسه جدا في الدم، وحتى لو نزل دم ده مش معناه ان احنا عندنا عدم استقرار في الحمل او نسبه الهرمون قليله. فحكايه انك تاخدي مثبت او ما تاخديش، هي دي هترجع بالكليه لرؤيه الدكتور. الخبره طبعا هتبقى عامل مهم. نسبه قليله جدا من الامهات اللي هتحتاج انها تاخد البروجستيرون او المثبتات زي ما هم الناس بتسميها، والحقيقه فايدتها ما نقدرش نقول ان هي ليها فايده حقيقيه قوي. لو احنا عندنا اعراض مغص جامد او في دم، وارد انها تؤدي ان الدم ده يقل شويه، تهدي الدم جامد وتقلل من قوه المغص اللي حاصل. ف يعني المثبتات من الاخر مش حاجه مهمه، ومش هي العلاج اللي هيحافظ على استمرار الحمل. لو الحمل كويس هو هيكمل كويس جدا بمسار جيد جدا حتى لو في دم كتير بينزل. ولو الحمل فاسد لا قدر الله، او في مشكله في تكون الجنين نفسه، او في مشكله في الرحم تمنع اصلا وجود الحمل داخل الرحم، يعني المثبتات دي مش هتقدر تساعدنا في اي حاجه خالص. المهم ان احنا نكون دايما متابعين كويس. يعني القلق الزايد وعدم المتابعه هم العدو الاساسي بالنسبه لنا، مش نزول الدم. لان زي ما قلنا فهي في اغلب الحالات نزول الدم ده هيكون طبيعي خالص ومفيش منه اي خطوره او اي قلق.